السلام عليكم يا اجمل واغلى اخوات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة بقى مميز جدا لانه من قلب الريف. كنا في اجازة في نص السنة ورحت عند عمتي وكانوا بيعملوا رز في الفرن. حبيت اصوره معاكم وتشوفوا ايه الطبيعة على الطبيعة. طبعا هنا سلفتي نقت الرز، نسفته نقته وغسلته وعملت بيه ايه، بتعمل طاجن صينية. المفروض ان هي الصينيه بتكونش مليانه قوي، بس هما بيحبوا يزودوا العبار كده. غسلت الرز وحطيته، حطيت له اللبن والملح وهنروح عند الفرن. احنا كده هناك خلاص عند الفرن، حطيت عليه شويه قشطه على الوش كده. دخلته بقى، دخلوا الفرن اهيت. الفرن بقى اللي هو بيولع بالحطب. كمان شويه الصينيه هتبان اهي هناك اهي. هتولع له بقى. وانا بقى بعشق المنظر ده اللي هو ايه، النار كده وهي والعه، والرز ده والله العظيم لما بتوصف لكم طعمه وجماله مش ممكن اوفيه حقه. اللي عنده الفرن ده هيعرف ان انت بتولع الاول من تحت كميه ولع لحد ما الرز كده يبدا يعمل وش وينشف، وبعدين ايه تحط له الولع اللي من فوق. طبعا الوش خد ايه، زاد زياده عن اللازم شويه. بس المهم ان الرز طعمه تحت ده يعني ايه، خرافي بصراحه. بعد ما بيطلع الرز من الفرن بقى بيحط له بقى السمنه بتاعته، عكس اللي انا بعمله تمام. بس المهم الطعم في النهايه. هنا بقى لسه هو بيحط له، هو لسه ناقص طياب سنه عشان ايه، بيكمل بقى مع السمنه اللي هم بيحطوها له دي. كان في طبعا برام صغنن كمان معمول اهوت معاه. طبعا البرام لحقناه قبل ما وشه ياخد يعني في الفرن، ان هو شكله جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، وطعمه كان احلى من شكله. ده كان فيديو بسيط النهارده، جايبينه لكم من البلد. يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.